بعد الفاصل في النفط والطاقة، أكبر محطة عائمة في العالم لإنتاج الغاز الطبيعي. أهلا بكم من جديد. هل يمكن أن يصبح المغرب البلد الكبير القادم في إنتاج النفط؟ هذا السؤال يدور في أذهان العديد من كبرى شركات الطاقة في العالم، في وقت يشهد هذا البلد الشمال إفريقي نهضة تاريخية في مجال التنقيب، حيث فتحت الاكتشافات النفطية على امتداد الساحل الإفريقي على الأطلسي شهية الشركات الكبرى للتنقيب عن النفط في المغرب، الذي ربما يشهد في العام القادم اكتشافات كبيرة تجعله منافسا قويا في مجال الطاقة. وبدخول 30 شركة في البحث عن النفط والغاز في المغرب، فإن المرحلة تمثل أكبر مجهود استكشافي في تاريخ المغرب. في البدء أثار اكتشاف هذه الحقول في عموم غرب إفريقيا وفيما يسمى الهامش الأطلسي اهتمام العديد من الشركات المبادرة إلى العمل في المغرب، وهي شركات صغيرة ومستقلة، لكن سرعان ما دخلت إلى الحلبة شركات كبيرة أيضا، بينها بريتش بتروليوم وشيفرون وريبسول الإسبانية. وسيجرى حفر 10 آبار في المناطق البحرية من المغرب خلال العام المقبل بحجم استثمار يبلغ زهاء المليار دولار. أما أهم العوامل الداعمة لجاذبية المغرب في هذا القطاع فهي قربه من الاتحاد الأوروبي وبنيته التحتية القوية، إضافة إلى استقراره النسبي وشروطه المالية المغرية بشأن التنقيب مقارنة مع ليبيا والجزائر. لكن فيما يتعلق بالاستقرار السياسي فإن قضية الصحراء الغربية تعقد الأمور على عمليات التنقيب عن النفط والغاز، فبعض أعمال التنقيب تجرى قبالة ساحل الصحراء الغربية، وإذا ما اكتشف النفط هناك فمن المرجح أن تنشأ نزاعات شائكة بشأن الجهة التي تؤول إليها عائدات النفط. لا تزال الصحراء الغربية منطقة متنازع عليها بين المغرب الذي ضمها إلى أراضيه منذ ما يقارب 40 عاما في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو. ظل موضوع استغلال المغرب للموارد الطبيعية لهذه المنطقة قضية رئيسية في النزاع مع جبهة البوليساريو، والتي قادت نزاعا مسلحا من أجل الحصول على الاستقلال حتى إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين في عام 1991 وبرعاية من الأمم المتحدة. لكن بالطبع هذا لم يوقف الشركات في البحث عن سبل توسعها ووجودها هناك، خاصة عندما حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة المغربية من أجل التنقيب عن النفط، باعتباره توفير مصادر الطاقة هو من ضمن الأولويات الاقتصادية، حيث أعلنت في الشهر الماضي كل من شركة تكساس كوزموس إنرجي وشركة كيرن إنرجي البريطانية عن خطط للتنقيب عن النفط ابتداء من العام المقبل قبالة شواطئ مدينة بوجدور في الصحراء الغربية. مراقبون النزاع يؤكدون بأن كل ما تقوم به شركات النفط سيجعل حل النزاع في تلك المنطقة أمرا مستحيلا، حيث لن تكون للمغرب أي مصلحة أو حافز لمواصلة المحادثات داخل أروقة الأمم المتحدة إذا ما اكتشف البترول في هذه المنطقة. ويعتبر المغرب أول مصدر عالمي للفوسفات، كما أنه يمتلك 75% من الاحتياطي العالمي، بحيث يعد استخراج هذه المادة من منطقة بوكراع في الصحراء الغربية أهم نشاط اقتصادي في المنطقة. أيضا من المقرر أن يستثمر المغرب نحو 25 مليار دولار من الآن وحتى نهاية عام 2020 لتطوير مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويهدف أيضا إلى بناء منشأة لإنتاج الغاز السائل على ساحل الأطلسي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي من لندن السيد نيل أتكنسون مدير أبحاث الطاقة في داتا مونيتور. أهلا بك معنا سيد نيل. بداية نتساءل لماذا هذا الاهتمام في المغرب الآن بالنسبة لمشاريع الطاقة، وهل الأحداث الجارية في المنطقة والاضطرابات هي مؤشر على تغير الخارطة النفطية والتوجه إلى المغرب؟
يعتبر المغرب بلدا يتعين عليه استيراد الكثير من النفط، فهو لا ينتج الكثير من النفط للاستهلاك ذاته، ويستهلك 250 ألف برميل يوميا، وهو من أكبر مستهلكي النفط في إفريقيا. واستهلاك النفط هناك يتزايد مع تزايد أعداد السكان، وهم يحاولون فعل شيء ما لتخفيض استهلاك النفط من خلال الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة مثل النفط مثل الرياح وطاقة الشمس. وبالتالي نرى كل هذا الاهتمام بمنطقة الصحراء الغربية المرتبطة بنزاع طويل الأمد منذ عقود. وهذا ما أريد أن أسألك عنه سيد نيل، يعني اليوم هذا التهافت من قبل الشركات الأجنبية على نفط المغرب، هل يمكن للمغرب أن تمنح هذه الشركات أي عقود نفطية، وما زال موضوع أو قضية الصحراء الغربية مفتوح؟ يعني نحن نتحدث عن حل ضبابي حتى الآن، لا حل، لا سلام، لا حرب في المنطقة. هذا هو الموضوع الأساسي كما قلت. فضم الصحراء الغربية للمغرب تم قبل 40 عاما، وهذا الضم غير معترف به من قبل المجتمع الدولي. وقبل سنوات منحت المغرب عقود تنقيب إلى شركات أجنبية انسحبت تدريجيا لأنها لم تكن مدعومة من المجتمع الدولي في ذلك. وحاليا ما لم يقم المغرب بالحصول على اعتراف دولي أعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، فمن غير المرجح أن تقوم الشركات الغربية الأساسية تشعر بالقدرة على مواصلة جهود الاستكشاف في الصحراء الغربية. هل برأيك موضوع النفط يمكن أن ينقل قضية الصحراء الغربية إلى أو الملف ككل إلى منطقة حاسمة، أم يعني كيف ستجري الأمور سيد نيل من وجهة نظرك؟ هل تحل قضية الصحراء ثم دخول الشركات، أم فعلا تطبيق وإعطاء هذه الشركات العقود ومن ثم يمكن أن نرى حل بالنسبة لمواقف هذه الشركات تجاه قضية الصحراء الغربية؟ تظل المشكلة هي موضوع الاعتراف الدولي بضم الصحراء الغربية إلى المغرب، ومن غير المرجح أن تقوم شركات النفط والغاز المهمة بالاستثمار في المنطقة دون اعتراف دولي بذلك. ولكن جزء من هناك دول تنظر الأمر بطريقة مختلفة في الدول المتنازع عليها، ومن ذلك الصين. وربما لأن الصين تظل متعطشة إلى الطاقة وإلى أيضا الأصول والاستثمارات في الخارج، هذا أمر ممكن، ولكنه شيء من التخمين هو أن تقوم الشركات الصينية بإبداء الاهتمام بهذه المنطقة، وهي لن تكون معنية بالضرورة بالاعتراف الدولي بعملية ضم المغرب للصحراء الغربية إلى أراضيه. يبقى السؤال إلى أي مدى يمكن أن تتحقق هذه الاكتشافات سيد نيل؟ يعني ربما الشركات الأجنبية تراهن على ما وجدته في كندا تحديدا، هل يمكن أن يتحقق ونرى احتياطات ممكنة للنفط والغاز بكميات أكبر في المغرب؟ هذه هي المشكلة. لم يقم أي أحد بعمليات استكشاف واسعة إلى حد يمكن الحصول معه على أرقام دقيقة، ولكن هناك حديث حول 200 مليون برميل من الموارد النفطية والغازية في المنطقة، وهذه كميات هامة بالنسبة للمغرب. على المستوى العالمي هذا الرقم ليس كبيرا، ولكن مع الانتقال إلى العقود القادمة وارتفاع الطلب على الطاقة فإن 200 مليون برميل هنا أو 200 مليون برميل هناك تؤدي بالمجمل إلى كميات هائلة. ولكن يبدو أن 200 مليون برميل من الاحتياطيات على الأرجح ستكون موجودة في هذه المنطقة إذا ما تم الاتفاق مع المجتمع الدولي على استكشافها. سيد نيل أتكنسون مدير أبحاث الطاقة في داتا مونيتور، كنت معي من لندن، شكرا جزيلا لك.